بتبدأ الحكاية مع ليونيل اللي بيكون مسافر مع جوليانا مراته وكايلي بنته الصغيرة، وهما في الطريق بيبلغهم ليونيل إنه بمجرد ما يوصلهم لبيتهم الجديد هيرجع تاني لكاميلوت العاصمة، وده لأنه من فرسان الملك، والملك أمر إنهم يتجمعوا علشان عندهم اجتماع. فبتطلب منه كايلي إنه يحكي لها قصة الفرسان، فبتقول لها مامتها إنها سمعت القصة دي كتير، لكن كايلي بترد عليها وبتقول لها إنها مش بتزهق من الحكاية دي. وبيحكي لها باباها إن المملكة زمان كانت متقسمة جزئين، وكان الناس كلها بيحاربوا في بعض، وكان الأمل الوحيد ليهم علشان يتجمعوا من تاني هو سيف الإكسكاليبور، وده سيف سحري مغروس في صخرة سحرية، والأسطورة بتقول إن اللي هيقدر يخرج السيف من الصخرة هو اللي هيبقى الملك المنتظر اللي هيقدر يجمع المملكة من تاني. وحاول ناس كتير لكن محدش نجح إنه يطلع السيف من الصخرة لحد ما جه آرثر وقدر يطلع السيف من الصخرة، ومن خلال قوة السيف السحرية قدر يجمع المملكة من تاني. وده ما كانش لوحده، ده كان بمساعدة فرسان الملك، ودول مجموعة من الرجال اللي بيثق فيهم الملك. وساعتها عمت الفرحة والسعادة في كل أرجاء المملكة. وبعد شوية بيوصل الفرسان وبيودع ليونيل أسرته، وبيروح مع الفرسان وبيتوجهوا للعاصمة كاميلوت، وهناك بيجمعهم آرثر في القاعة المستديرة. وبنشوف إن عدد فرسان الملك 12 فارس، والكل واحد منهم اسمه مستعار بيعبر عن جزء من المبادئ بتاعته زي الشجاعة والإخلاص والشرف والسلام والحرية والخير. وبنشوف إن في فارس من فرسان الملك لقبه القوة واسمه روبر، وبيكون روبر عايز يستغل قوة السيف ويستولى على أراضي جديدة، لكن الملك وباقي الجنود مش بيوافقوا. ووقتها روبر بيتكلم بطريقة مش كويسة مع الملك، ومش بس كده، ده كمان بيرفع سيفه وبيكون عايز يقتله، لكن ليونيل بيقف قصاده فبيضربه روبر ضربة قوية وبيقضي عليه. وقبل ما يوجه ضربته لآرثر بيستخدم آرثر سيف الإكسكاليبور، وطبعا روبر مش بيقدر على قوته السحرية، لكنه مش بيستسلم وبيقول إنه في يوم هيستولى على السيف، وللأسف بيقدر يهرب. بعدها آرثر وباقي الفرسان بياخدوا جثة ليونيل وبيروحوا يبلغوا جوليانا وكايلي باللي حصل، وساعتها كايلي بتحزن جدا وبتصمم إنها تنتقم من اللي قتل باباها. وبعد مرور 10 سنين بتكبر كايلي وبتفضل تتدرب لأنها بتحلم باليوم اللي تنتقم فيه لباباها وتحقق حلمها وتبقى فارسة من فرسان الملك. لكن مامتها بتقول لها إن البنات ما ينفعش يبقوا فرسان، وإن البنت لازم تعتني بالبيت وتربي الأولاد، لكن كايلي مش بتقتنع بكلامها. ومن الناحية التانية بنشوف الملك آرثر وهو مجتمع بالفرسان، وكالعادة بيفتكروا بطولة وشجاعة ليونيل، وفجأة بيهجم عليهم الجريفن، وده كائن أسطوري براس وجناح نسر وجسم أسد. ووقتها الملك والفرسان بيخافوا، وده لأن الجريفن محدش شافه قبل كده، وإنهم كانوا بيعتقدوا إنه مش موجود أصلا. وبيهجم الجريفن على آرثر وبيقدر يسرق منه سيف الإكسكاليبور وبيهرب، لكن ميرلين ساحر الملك بيبعت ورا الجريفن إيدن، وده نسر بأجنحة فضية، وفعلا بيقدر إيدن إنه يطارد الجريفن، لكنه مش بيقدر يستعيد السيف، وللأسف السيف بيقع في المنطقة الرمادية اللي جوه الغابة المحرمة. وتاني يوم بيتم الإعلان عن سرقة سيف الإكسكاليبور، وعشان كده كايلي بتكون عايزة تروح وتدور على السيف، لكن مامتها مش بتوافق وبتقول لها إن دي حاجة خطيرة وإن البنات ما ينفعش يقوموا بالمهمات الخطيرة دي. لكن كايلي بتصمم إنها تبقى فارسة زي باباها. وفجأة بيهجم روبر على القرية وبيكون عايز يخطب جوليانا، وده لأنها حبه القديم، وكمان عايز يستغلها علشان يدخل العاصمة كاميلوت، لأن بعد اللي حصل روبر ما بقاش مسموح له إنه يروح العاصمة. وطبعا جوليانا بترفض إنها تروح معاه، وبتسأله هو ليه بيعمل كل ده، فبيقول لها إنه عايز يبقى الملك الجديد لأنه شايف إن آرثر ملك ضعيف ومش عارف يستخدم قوة سيف الإكسكاليبور. هو بيطلع سائل سحري من جيبه وبيقول إنه أخده من ساحرة، وإن من خلال السائل السحري ده هيقدر يصنع جيشه الخاص من كائنات مرعبة، وهيقدر إنه يستولى على المملكة والسيف. وفعلا بيكسر الإزازة اللي فيها السائل السحري على الأرض وبتتحول لبركة سحرية، وبيرمي جواها أهل القرية وبيتحولوا لكائنات مرعبة،
وبيأمرهم يقبضوا على جوليانا وكايلي، لكن كايلي بتقدر تهرب وبتوعد مامتها إنها هترجع السيف وهتحمي المملكة. وبعدها بتسمع روبر وهو بيكلم جريفن وبتعرف إن سيف الإكسكاليبور مفقود في الغابة المحرمة، فبتقرر تروح بسرعة على هناك، لكن روبر بيشوفها وبيأمر جنوده يطردوها، وبالفعل بيجروا وراها وبيطردوها لحد ما بتوصل للغابة المحرمة، ودي بتكون غابة مسحورة مفيش بشر بيدخلوها، لكن كايلي مش بتخاف وبتفضل تجري منهم لحد ما بتقع في البحيرة، ووقتها بتقابل جاريت الصياد. وبعد شوية بيوصل جنود روبر، لكن جاريت بيقدر يقتلهم بكل براعة وبيغلبهم على الرغم من إنه ضرير ومش بيشوف، وعشان كده بتستغرب كايلي من مهارته جدا وبتشكره لأنه أنقذ حياتها، وبتسأله هو إزاي عايش في المكان الغريب المرعب ده لوحده، فبيقول لها إن إيدن الصقر بيساعده، وبتحكي له عن اللي حصل في كاميلوت، وبتعرفه إن السيف اتسرق وإنه موجود في مكان ما في الغابة، وبتقوله إنها بتدور على السيف، وبيتأكد من إيدن إن كلامها صح، فبيقول لها إنه هيروح يدور على السيف، لكنها بتصمم تيجي معاه، بس هو بيرفض علشان الغابة مكان خطير، وبيقول لها إنه حافظ الغابة كويس، بس هي برضه مش بتسمع الكلام وبتفضل ماشية وراه وبتتتبع كل خطواته بحذر، وهو لما بيلاقيها مصرة بياخدها معاه. ومن الناحية التانية الساحر ميرلين بيعالج الملك آرثر، وبيكون واضح إن آرثر قلقان وحزين على فقدان السيف، وبيسأل ميرلين هل الفرسان لقوا السيف ولا لأ، فبيقوله إنهم لسه بيدوروا عليه. وبنرجع تاني عند جاريت وكايلي اللي بيدخلوا المكان خطير جدا وهو عش التنانين، ووقتها جاريت بيطلب من كايلي إنها تبطل كلام لأن صوتها هيجذب انتباه التنانين، وفجأة بيظهر لهم تنين براسين اسمهم كورني وديفون، لكنهم مش بيكونوا تنانين شرسة، بالعكس بيكونوا طيبين لأنهم ملتصقين في بعض وشكلهم غريب ومش بيقدروا يطيروا ولا ينفخوا نار زي باقي التنانين. ولما بيعرفوا إن كايلي وجاريت بيدوروا على السيف وبعدها رايحين لكاميلوت بيصمموا إنهم يروحوا معاهم، وفجأة بيهجم عليهم تنين تاني، فبيضطروا إنهم يعدوا من فوق بحيرة الحمم، وبيكونوا لازم يعدوا من فوق الأحجار المحطوطة من غير ما يلمسوا الحمم لأنها بتدوب أي حاجة تلمسها، وفعلا بيعدوا للناحية التانية، لكن التنين هو كمان بيعدي، وبيبقوا متحصرين ناحية فيها التنين والناحية التانية روبر وجنوده، لكنهم بينطوا جوه نفق وبيهربوا منهم. وبعدها بيفضل ديفون وكارني يتخانقوا مع بعض، وكل واحد فيهم بيقول للتاني إنه السبب في إنهم مش بيطيروا ولا بينفخوا نار زي باقي التنانين، وتاني يوم بيقدروا يخرجوا بعيد عن أرض التنانين، ووقتها جاريت بيقول إن هو وكايلي هيكملوا في طريقهم، لكن كارني وديفون بيقولوا إنهم لو رجعوا تاني لأرض التنانين هيبقوا منبوذين، وده لأنهم اخترقوا القاعدة الأساسية للتنانين وساعدوا البشر، فبيصعبوا على كايلي وبتترجى جاريت إنهم ييجوا معاهم، وبعد كده بيروحوا يخيموا في مكان. وفي الوقت ده جاريت بيقول لكايلي إنه كان يعرف باباها زمان، وإن باباها هو اللي دربه وعلمه إزاي يبقى فارس. وفي يوم حصلت حريقة، ولما حاول يروح ينقذ الأحصنة اتخبط وفقد بصره، فبتتأثر كايلي من قصته وبتقوله إنه مش لازم يستسلم، وبتسأله هو إزاي قابل إيدن، فبيقول لها إن إيدن هو اللي لقاه وبدأ يحميه من كل المخاطر اللي في الغابة. وبيبدأ جاريت إنه يدرب كايلي ويعلمها القتال. وتاني يوم بيشوفوا أثر أقدام لغول عملاق، وفجأة بيوصل روبر ورجالته وبيهاجموا جاريت بسهم، لكن جاريت بيضربهم وبتاخدوا كايلي وبيهربوا بسرعة، وبيدخلوا جوه كهف، وبتستخدم كايلي النباتات السحرية وبتقدر تعالج جاريت، وبتعتذرله وبتقوله إنه اتصاب بسببها، لكنه بيقول لها إن اللي حصل مش بسببها وإنه كويس، وبيكون واضح إن في إعجاب بينهم وإنهم بدأوا يحبوا بعض. وتاني يوم بيفضلوا ماشيين ورا آثار الأقدام، وفجأة بيسمعوا صوت الأرض بتتهز من تحتهم، وبيشوفوا غول عملاق بيمشي من جنبهم وبيقع منه جراب السيف. وأول ما بتشوفوا كايلي بتقول إن ده جراب سيف الإكسكاليبور، وبتخمن إن السيف مع الغول العملاق، وعشان كده بيفضلوا ماشيين وراه. وبيقول جاريت إن الغيلان بتنام الصبح، وفعلا بيستنوا لحد ما الغول ينام وبيقربوا منه، وبيشوفوا إنه كان بيستخدم السيف كسلاكة سنان أصلا، وبيقربوا منه بالراحة لحد ما بيسحبوا السيف وبيمسكوا إيد بعض وبيعملوا سلسلة بشرية، وبتبقى كايلي متعلقة علشان توصل للسيف.
وفي الوقت ده بيوصل روبر ومعاه رجالته وبيفضلوا مستنيين لحد ما كايلي بتاخد السيف وبتقدر إنها فعلا تاخده، لكن فجأة الغول العملاق بيصحى وبيدوس على روبر لكنه مش بيموت وبيقوم وبيكمل مطاردته لكايلي وجاريت، وبيهرب كايلي وجاريت، لكن في نهاية النفق بيكون في منحدر، فبتطلب كايلي من ديفون وكورني إنهم يطيروا لكنهم مش بيعرفوا، وعشان كده بيضطروا كلهم إنهم ينطوا من فوق المنحدر، وبعد كده بيقرروا يروحوا على كاميلوت علشان يوصلوا السيف لآرثر ويحرروا جوليانا مامة كايلي. لكن في الوقت ده جاريت بيقول لها إنه مش هيقدر يكمل معاها، وبيديها السيف وبيقول لها إن مكانه في الغابة وإنه مش هيقدر يسيب الغابة دي، لكنها بتصمم إنهم يوصلوا السيف مع بعض، بس جاريت بيرفض وبيقول لها إن رحلتهم سوا انتهت خلاص، وبنعرف إن جاريت مش عايز يبقى عبء عليها، وده لأنه ضرير ومفيش فارس هيبقى ضرير. وبنشوف إن كايلي وديفون وكورني بيكملوا رحلتهم لكاميلوت، وبتكون كايلي حزينة وزعلانة لأن جاريت مش معاها، وبيحاولوا إنهم يخففوا عليها، وفجأة بيهجم عليها روبر وجنوده وبياخد منها السيف وبيربطها وبيحبسها مع مامتها. وفي الوقت ده كورني وديفون بيشوفوا اللي بيحصل وبيرجعوا بسرعة على الغابة المحرمة علشان يبلغوا جاريت باللي حصل. وبنكمل مع روبر اللي بيستخدم السائل السحري وبيقدر يخلي سيف الإكسكاليبور جزء من دراعه، وده علشان محدش يقدر ياخد السيف منه أبدا. أما بقى كايلي فبتفضل تعيط وبتقول لمامتها إنها فشلت وإن بسببها روبر استولى على سيف الإكسكاليبور السحري وهيقدر يسيطر على المملكة، لكن مامتها بتخفف عنها وبتقول لها إنها عملت كل اللي في وسعها وإنها كانت شجاعة وقدرت تقف قصاد روبر لوحدها، وبتقول لها ما تقلقش وإن أكيد الفرسان هينقذوا المملكة. وبعد شوية بييجوا جنود روبر وبياخدوا جوليانا علشان يجبروها تسوق العربية اللي هتدخل جوه كاميلوت، وبيستخبوا الجنود كلهم جوه العربات، وبتسوق جوليانا العربة اللي في المقدمة وجنبها روبر بيقعد وبيكون متنكر. وفي نفس الوقت بيروح ديفون وكارني عند جاريت وبيحكوا له على اللي حصل وإن روبر خطف كايلي وأخد منها السيف، ووقتها جاريت بيقول لهم إن الحل الوحيد علشان يلحق روبر هي إنهم يتفقوا ويطيروا، وبيقول لهم إنهم مش بيعرفوا يطيروا لأنهم على طول مختلفين. وفعلا في اللحظة دي بيقرروا ديفون وكارني إنهم يتحدوا مع بعض. وأول ما بتوصل العربة على حدود كاميلوت الجنود بيشوفوا جوليانا وبيبلغوا الملك آرثر، فبيأمرهم بفتح البوابات، وساعتها روبر بيهددها إنها لو فتحت بقها واتكلمت وقالت إنه فخ هيقتل كايلي، فبتضطر إنها تسكت، وفعلا بيقدروا يدخلوا الكاميلوت. وفي الوقت ده بتقدر كايلي إنها تحرر نفسها وبتخرج من العربة وبتصرخ في الجنود وبتحذرهم إن ده فخ، وبتنتشر الفوضى في المكان وبيفضل الفرسان يحاربوا في جنود روبر. أما روبر نفسه فبيستغل إن آرثر مصاب وبيروح علشان يحاربه وبيخطط إنه يقتله علشان يستولى على المملكة، وعشان كده كايلي بتروح بسرعة علشان تقاتل مع آرثر، لكن الجنود بيزقوها وبيوقعوها من فوق سور القلعة. لكن فجأة بيمسكها جاريت اللي بيكون راكب على ظهر كورني وديفون بعد ما اتعلموا الطيران، وبيفضلوا كلهم يحاربوا في الجنود الأشرار، وديفون وكورني بينفخوا النار، بس برضو الجنود بيكونوا أقوياء جدا. وبسبب انتشار الجنود في كل مكان جاريت وكايلي مش بيعرفوا يوصلوا لآرثر علشان يساعدوه، ووقتها بيفتكر جاريت أن كان في ممر سري بيوصل للغرفة المستديرة ودي اللي بيتقاتل فيها روبر وآرثر، وفعلا بيعدوا من الممر السري. وفي الوقت ده روبر بيكون متغلب على آرثر في القتال، وبتقدر كايلي إنها تنقذه قبل ما روبر يقتله، وبتخطط هي وجاريت إنهم يستدرجوا روبر ناحية الصخرة السحرية اللي كان السيف مغروس فيها، وده علشان يرجعوا السيف مكانه وتنتهي قوة روبر. وبالفعل بيقربوا من الصخرة وبيقرب منهم روبر وبيكون عايز يقتلهم بالسيف، لكنهم بيهربوا من قدامه بسرعة قبل ما السيف يصيبهم، وبيدخل السيف في الصخرة من تاني وبتنجح خطتهم. وبسبب اللي حصل ده بتطلع قوة سحرية كبيرة من الصخرة، وبسبب القوة دي بيختفي روبر وبيتبخر وبيختفي معاه
كل جنوده للأبد. وبعدها بيسحب آرثر السيف من الصخرة من تاني وبيعم الأمن والأمان على كل المملكة. وبعدها بيتجمع الشعب كله علشان يحتفلوا بجواز كايلي وجاريت، والملك آرثر بيعلنهم من الفرسان الملكيين. وأخيرا بتقدر كايلي إنها تحقق حلمها. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.